واش الاخوان، نتمنى تكونوا بخير. كاين واحد المنصه اللي كيربحوا منها صناع محتوى بصفه عامه. دابا كلشي كيمشي ليها. كان في الاول واحد ستريمر كيبقاو ستريمر، دابا يوتيوبر ولا كيستريميو. اي واحد دابا ولا كيستريمي، اي واحد مشهور. علاش؟ لان منصه كيك حرفيا جنه ديال الستريمرز وجنه ديال اي واحد بغى يضرب العاقه ديال بصح. باش نفهموا هذا البلان غنبداو نفهموا تاريخ البث المباشر بصفه عامه في المغرب. كان البث المباشر في فيسبوك بحال هكا، كيما كانش ربح. حتى في الانستغرام ما كاينش ربح. فاليوتيوبرز المتخصصين في مجال الالعاب بحال حمريطه وحفيظ حلمي الى اخره دخلوا هذا المجال وبداو كيديروا لايفات في يوتيوب كانت منصه مسيطره كما قلت لكم، لكن بسبب مشاكل سواء في الخوارزميات عدم تمييز ما بين الفيديوهات العاديه واللايفات، بدات كتبان مشاكل. مثلا حقق فيديو في قناه مشاهدات كبيره ولايف اخر حصل على نفس الاهتمام، يوتيوب كيقترح اللايف كيتجاهل الفيديو. هادشي كيأثر سلبا على القناه بطبيعه الحال، بالاضافه للسياسات الصارمه ديال اليوتيوب متعلقه بحقوق النشر، لانك تكون داير لايف دخل شي فيديو ديال شي واحد وتسمع موسيقى غيضربوا كوبيرايت في البلاصه. وتخيل معايا شحال من غلط غادي دير. يعني حرفيا لايف في يوتيوب غادي يطير لك القناه مع الوقت، غادي تمشي لك. تويتش استفادت من هذه المشاكل وقدمت حريه اكبر لصناع المحتوى، مما يعني اللي خلى انه يجذب بزاف ديال الستريمرز. ولكن تويتش بدات كتاخذ اجراءات صارمه، مثلا تقسيم الارباح بنسبه 50% بدل من 70-30. فرضت قوانين صعبه على الاعلانات الخارجيه. هنا كياتي دور كيك اللي استفادت حتى هي من هذه الفوضى كامله اللي نايضه ما بين تويتش ويوتيوب وكذا، وقدمت عقد مربح لعديد من الستريمرز معروفين في العالم بالاخص وحتى في المغرب. بحال مثلا في المغرب جابوا حمريطه، جابوا الصابيري، جابوا الياس المالكي، جابوا بزاف عقود مغريه كتطلب منك شرط واحد، هو انك تستريمي 100 ساعه شهريا على الاقل. كيك ايضا خلات المنصه ديالها كتشبه بزاف لتويتش، زائد المشاكل ديال تويتش حيداتهم وزادت حوايج جداد. يعني ولات واحد المنصه اللي خرافي، اي ستريمرز كيمشي لها، كلشي كيهرب ليها، ومن السهل المتابع الانتقال اليها. كمان نسبه الارباح اللي كتحصل عليها كيك 5%، اقل بكثير من ما كتحصل عليه تويتش اللي 50%. كدير لك النص. اي واحد كوتيزا ولا ساهم مثلا عطى $10 انت غتاخذ غير $5. $5 غادي يديها لك تويتش، عكس كيك كدغي 5%. من هادشي كامل غادي نقولوا باللي كيك تقدم بيئه افضل للستريمرز سواء كانوا مبتدئين ولا محترفين، بفضل تصميمها المشابه لتويتش وشروطها الماليه، وحتى من ناحيه الخوارزميات كلشي ممتاز. يعني المشاكل ديال تويتش ما كايناش، كاين غير الحوايج الايجابيه اللي في تويتش، زايد امور ايجابيه زادتها كيك راسها. هادشي كيخلينا نفهموا باللي كيك لعبتها دماغ ومنصه اللي ناضيه ديال بصح وغتحكمها. عادي بعدا ما فيهاش نقاش. واخا تويتش قديمه ولكن كيك غادي تحكمها. حتى الا بغيت ترجع تويتش فكنظن بلي فات على الوقت، وكيك صافي هي اللي غادي تلونسا في العالم دابا. كتعطي مبالغ لا ما يمكنش تتخيلها، كتعطي ملايين الدولار غير باش تسيني معاه اللي كنتي مشهور بزاف عالميا. هادشي كاين في هاد الفيديو. ما تبخلوش علينا بالتعليقات ديالكم، وما تنساوش لايك مهم وسبسكرايب الا ما كنتيش مشترك في القناه، وتسنى الفيديو الجاي ان شاء الله.